مرحباً بكم يا عشاق الإبداع. هل مللت من الوصفات التقليدية؟ اليوم سنتحدى المألوف ونخلق طبقاً يجمع بين الحلو والمالح بطريقة لم تخطر على بال أحد. السر يبدأ من القاعدة الذهبية. سنستخدم خيوط الكنافة الناعمة، نغرقها بالزبدة الذائبة ونضغطها جيداً لتصبح طبقة متماسكة وقابلة للتشكيل. الآن نأتي إلى الحشوة المبتكرة، اللبنة الكريمية الغنية مع الزعتر الفلسطيني الأصيل وقطع من الزيتون الأسود، خليط منعش وغني بالنكهات المشرقية. بعد أن بردت قطعة الكنافة وأصبحت ذهبية ومقرمشة، نوزع عليها طبقة سخية ومتساوية من حشوة اللبنة والزعتر. هذه هي اللحظة التي يلتقي فيها الشرق بالجديد. لنبدأ بعملية اللف. يجب أن تكون اللفة محكمة ومشدودة جيداً. هذا يتطلب بعض الدقة لضمان أن تبقى القطعة متماسكة عند التقطيع. بعد التبريد تأتي اللحظة الحاسمة، التقطيع. شاهدوا جمال التباين بين قرمشة الكرافة ونعومة اللبنة، كأنها قطع سوشي شرقية. قدموها فوراً مع قليل من زيت الزيتون البكر الممتاز ورشة سماق للتزيين. استمتعوا بأكثر وجبة فطور أو ضيافة إبداعاً على الإطلاق. الوصفة الكاملة بكل تفاصيلها وكميات المقادير الدقيقة موجودة في صندوق الوصف بالأسفل. وإذا أعجبتكم هذه الوصفة المجنونة والمبتكرة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الإعجاب بالفيديو، مشاركته مع أصدقائكم وترك تعليق يخبرني برأيكم.